السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة طبق واحد. معاكم أماني. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الشامي. طعمه أحلى من اللي احنا عارفينه، وكمان أوفر بكتير عن الحواوشي الأسكندراني بتاعنا في تكلفة عمايله وفي كل حاجة. الحواوشي الشامي بهاراته كتير ومكلفة، بس احنا النهاردة هنعمله بطريقة اقتصادية وعملية جدا وموفرة، غير الطعم تحفة، وهتجربوه بنفسكم وهتدعوا لي ولا اقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احسن ما تدعوا لي واحسن من اي حاجة تانية. يلا بينا نشوف مع بعض المكونات ونشوف هنعمله ازاي. اول خطوة هنبدأ بيها العجينة بتاعتنا. هنعمل مع بعض العجينة السحرية اللي هي العجينة اليابانية. معايا نص كوباية دقيق وكوباية ونص مية، هندوبهم على البارد وهنرفعهم على النار. هنستمر في التقليب لحد ما ناخد قوام التقيل، وبعدين بعد ما تتقل معانا هناخدها في طبق لحد ما العجينة دي تبرد معانا تماما. قبل ما نضيفها على العجينة بتاعتنا لازم تكون العجينة دي باردة تماما خالص، ما يكونش فيها اي سخونية. بعد كده هجيب الخميرة بتاعتي. على ما العجينة السحرية تبرد معايا هجيب معلقة خميرة فورية او معلقة خميرة من اللي هي التانية. انا بحب الخميرة دي جدا، بتنفش معايا العجينة وبتبقى حلوة، ومعلقة سكر ونص كوباية مية، وهدوب الخميرة بتاعتي واسيبها لحد ما تتفاعل. بعد كده معايا كيلو دقيق، هضيف على كيلو الدقيق ده 3 معالق زيت ونص معلقة ملح. وبعد كده هضيف العجينة اليابانية اللي انا عملتها على النار، هي بردت معايا تماما. هضيفها على الدقيق، وهضيف كمان الخميرة بتاعتي بعد ما تفاعلت معايا، وهخلط العجينة بتاعتي في العجانة. انتي ممكن تعمليها على ايدك هتطلع حلوة برضو. هخلط العجينة بتاعتي لحد ما تلم معايا. العجينة دي مش محتاجة مية كتير لان انا عاملة العجينة اليابانية على النار بمية. هتلم معاكي على طول. هتضيفي عليها مية على حسب الحاجة بتاعتها، وبعدين هنسيبها على جنب لحد ما تخمر. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الحواوشي ازاي. دي مكونات الحواوشي بتاعتنا، وما تستغربوش ان الحواوشي بالسجق. معايا سجق وفلفل رومي وبصلتين. فكرة السجق في الحواوشي الشامي ان الحواوشي الشامي بهاراته كتير، بابريكا وجوز الطيب وليا ودهنة بقري وكبابة صيني وبهارات لحمة وفلفل وملح وتوم بودرة وبصل بودرة، وفي بهارات تانية كتير قوي في الحواوشي الشامي. فاحنا هنا هنوفر المسافة على نفسنا وهنجيب السجق عشان السجق متبل جاهز. بس الشرط الوحيد ان احنا نجيبه من جزار يكون كويس، بتبقى ريحة السجق عنده خطيرة وما تقاومش، بتبقى ريحته حلوة قوي. انا خدت السجق بس فرمته في الكبة، وفرمت معاه البصلة، وحطيت معاه بس الفلفل الرومي، ولو حابة تحطي فلفل حراق اوكي. وتحطي شوية ملح صغيرين بس لان السجق بتاعنا متبل. خلاص العجينة بتاعتنا خمرت. هنقسمها على 4 أجزاء، وناخد كل جزء نعمله كورة صغيرة. هنعمل كور صغيرة على حسب ما انتي عايزة الرغيف بتاع الحواوشي يكون كبير أو صغير. أنا هعمل الكورة بتاعتي ولا كبيرة ولا صغيرة، هعملها في المتوسط. وحطي الخلطة بتاعتك على حسب برضو الكمية اللي انتي عايزاها. أنا هعمل كور كلها كده وارجع لكم تاني. خلاص انا كورت العجينة كلها، عملت معايا 15 كورة. حطيت قدامكم دول، وفي شوية حطيتهم بعيد علشان اعرف اعمل العجينة بتاعتي. دلوقتي همسك الكورة وهفتحها كده شوية، وهحط فيها معلقة خلطة من اللي انا عملتها بتاعت السجق، وهقفل الرغيف على شكل كورة كده تاني. هعمل كل الكور كده واحشيها لحمة، وهقفلها كده وهسيبها في الاخر على الفردة على طول. بصوا الفكرة في الحواوشي الشامي انه لازم تظهر اللحمة تبقى طالعة من قلب العجينة. ليه؟ علشان التتبيلة والدهون اللي في السجق تسلي على العجينة، وبتاخد الطعم وبتاخد ريحة الحشوة بتاعتنا. هتتفاجئوا دلوقتي بشكلها الجميل، وهتنبهروا كمان بطعمها لو عملتوها. انا بعد ما حشيت الكور كلها حشوة هاخدها على الصاج على طول وهفردها كده، وهحاول افرد كويس علشان الخلطة الحشوة تظهر معايا كده، علشان لما ادخلها الفرن تسلي على العجينة
لان السجق بتاعنا ده فيه دهون، لازم تسلق العجينة عشان تاخد طعم الحواوشي الشامي ويبقى طعمه تحفة قوي ويجنن معاكي. جربوه وهتدعولي ان شاء الله. والله يا جماعة بجد ما كنت اعرف هيعمل كام رغيف معايا، بس قلت في الاول اللهم بارك. الكيلو عمل معايا 15 رغيف، يعني كيلو الدقيق عمل معايا 15 رغيف بربع كيلو سجق وبصلتين و4 فلافلات. هتوفري على نفسك كتير قوي وهتاخدي طعم تحفة. هدخل الحواوشي بتاعي على فرن عالي، هيطلع معاكي بالجمال ده غير طعمه وريحته قلب الشقة عندي. والله طعمه تحفة يا جماعة، جربوه. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها في التعليقات. ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا قناتي بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش برضو في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.